يا هلا والله شباب بنات، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. اليوم عندنا طلعه، سمي عليهم؟ هلا شلونكم؟ اليوم عندنا طلعه فرة سريعه بمدريد، واريد اشوفكم الاجواء والوضعيه. اليوم والله بعد هالسيارة جد حلوه، كلش حلوه اليوم مالتها، كلش حلو. يلا خلينا نروح فرة سريعه وشوفوا الفيديو للاخير لانه راح تتونسون، اكيد راح تتونسون. هذا الفندق مال كريستيانو رونالدو المشهور، موجود بمدريد هنا باحلى شارع بمدريد، اسمه شارع جرامبيا. طبعا هاي الساحة هنا اسمها ساحة كاياو، مشهورة. فهاي الاجواء مثل ما تشوفوها. شو رايك بالاجواء؟ اجواء حلوه. هي اجواء حلوة وشمس، اهم شيء الشمس اليوم، ففرحانين احنا بالشمس كلش هواية. يلا خلينا نروح نكمل الجولة مالتنا السريعة. طبعا هذا القلب كلش حلو مسوي، يخبل. فهذا تخيلوا من بالليل ويشتعل الجلوب مالته، ايش قد حلو اللي يصير. وهاي قدامنا ساحة اسمها سول. هاي الساحة سول يعني الشمس، اي فهاي السنتر مال مدريد. وهاي الشجرة مال راس السنة، شوفوا الناس، اجواء كلش حلوة، مكانكم خالي والله، فالناس تجي هنا تتشمس. طبعا هاي الساحة راح تصير مال راس السنة هنا بعد 6 ايام بالضبط. فهاي الساحة تاخذ بس 20,000 نفر بس، وبعدين تنسد، لان هنا ورانا ظهرنا هاي من هنا السعادات راح تصير السعادات من هنا تنطلق. فالاجواء كلش حلوه، وان شاء الله راح اصور لكم هذا الفيديو. وهاي الشجره هنا هسه راح اشوف لكم اياها. هاي الشجره مال راس السنه، والاجواء هذه شوفوها. طبعا هسه قررنا نروح للقصر الملكي، فهسه راح نروح ونشوفكم القصر الملكي، ولو مسدود يعني اليوم لانه تدرون اعياد وهذه، بس راح نصوره من برا، بس فالشيء كلش رهيب يعني راح تتونسون. شنو قلتي شنو؟ ماشا ماكو بس الدور. وين هذا ماشا ماكو؟ لا خطيه والله خطيه. لا يعني ماشا ماكو؟ لا ماكو ماشا واحده. وتيش مقهوره؟ ليش مخالين ماشا؟ بعد ذاك كنا نلعبها بالسيق الازرق، نسيت اسمه، كنا نلعبها بالسيق. يابا شو اسمه هذا؟ اللي يعرفه يكتبه بالتعليقات، يعني ما اعرف اني. طبعا هذا يبيع كيك خرافي، واكفى شيء هسه اليوم اشوف لكم اياه اللي هو براس السنه. ورا راس السنه بالضبط ياكلون هنا. فهذا يصير بيسره هسه اليوم معزل، لانه اليوم عطله مال الاعياد يوم 25 بالشهر، فراح يصير سره كلش طويل، يمكن يوصل نهايه الحلقه ذاك. طبعا مو بس بالعراق والدول العربيه عندهم ستوتات، هنا هم عندنا ستوتات بس باعوا، وراح اشرح لكم شويه. اول شيء تشوفون ذني الستوتات مالتنا هنا بس بانين، بس هاي السواق مالتها، السواق يعني دول مرشدين سياحيين، يعني مرشد سياحي، يعني ياخذ الناس يفرهم ويشرح لهم عن مدريد وتفاصيلها، تمام؟ يعني مو واحد يجي يصعد ستوته مدري شو اسمه، توك توك اسمه، مو ستوته، نسيت الستوته ذيك اللي تشيل هاي، مو اي توك توك. فحتى رقم تليفون، ويعني هاي يطير الحكومه كل شوي ضريبه. هاي واحد. اثنين، السعر مالتهم كلش غالي، يكون كلش غالي اكثر مما تتوقعون، يعني بالدولار يطلع فوق ال 200 دولار تقريبا باعتباره مرشد سياحي. فالاكثريه ذول الكبار بالسن اللي يصعدون بيها. طبعا الطريق مالتنا من هنا يعني للقصر الملكي رايحين، فبالطريق على يدي اليسرى ذكرت السوق اللي موجود هنا المعروف اللي اسمه سان ميغيل. هذا يعني اكو شيء اسمه تاباس، فاليوم نشرح لكم عليه شنو هاي التاباس. اكل صغار يعني
يعني خبز وفوقه اشياءات، بس كلهم قطع صغار. ففي اليوم ان شاء الله راح نجي هنا على السوق واشرح لكم عليه. طبعا الشمس يمكن ما تشوفوا زين، فتقربت اني هذا سبت قربت على مود تباعون. فهو هذا السوق. طبعا قررنا بالبدايه انه ما ندخل، بس بعدين صار لنا واهس وراح ندخل جوا واشوفكم شنو هي هاي الطاقه، نشرح لكم عليها، فحيصير فيديو كلش حلو. اخو اليوم مالته من هنا وباع الاجواء داخل السوق. يعني ازدحام دائما ازدحام. فهسه راح اشوفكم شنو الاشياء اللي موجوده وشلون مرتبيها. يعني مثلا هسه هاي الفواكه ترتيب شوف شلون هذا كرز، هذا سوق. ها ايش تريدين؟ صبر خلينا نروح ونفطر وبعدين نرجع له. اوكي. هاي الاشياء هاي التاباس اللي اقول لكم عليها، اللي هي خبزه مثلا فوقها شو اسمه هذا السمك، انواع السمك اسماك. هي انواع اسماك هنا خليها. هذا البيع بس اسماك. احنا همينه بعض الاشياء. طبعا الخبزه ايش كبراتها؟ الخبزه كلش صغيرونه يعني هي كبرها زين، وفوقها روبيانه بس، وها هي بس وتجربوها. فهذا السوق جميل جدا. الاجبان طبعا الاجبان خياليه هنا موجوده، انواع واشكال الاجبان بعد. هذا الزيتون، انواع زيتون وبعد اسبوعين معروفه بالزيتون. طبعا احنا بهذا داخل السوق هذا الجميل. شو رايك فيه؟ كل شويه اشياء حلوه وتخبط، بس المشكله فيه وحده شغله وحده مو حلوه، انه قاعده ماكو، صعب واحد يلقى. قاعده كم كرسي كم ياس. لانه هم مستغلين كل شيء للسوق. هاي انواع المعجنات اللي هنا وهناك يحموها. ولا هاي المعجنات بعد شنو مسويها؟ يعني سوق رهيب رهيب. هاي الاجواء مالته مرة السنة. سكاي همبرجر والله ما اعرف شلون راح اخليه في، ما ادري. هم تعرفوها صغيرة يعني كلش صغيرة، يعني انا اصبعين هاي. طبعا هو اشكال مال زيتون، بس احنا قررنا ناخذ هذا محار مو اسمه زيتون ببطن بحار. محار ببطن الزيتونايه وراح ناخذ كل واحد وحده. طبعا هسه اخذنا من هاي فراح ناكلها نذوقها ونجرب. تعالي جاي. ايوه قبل زيتونه وبطنها محار. ابو وش طيبه؟ بالاشياء تفاصيل روبيان. هنا مسوين كرواسون وبطنه هاي شو اسمه روبيان ومايونيز وطماطم. هاي اشياء ملونه ما تجي. لكم هنا المكان دائما عنده هذا، دائما المحل يجيب سمكه غريبه. فجايب هاي ام شو اسمها والله ما اعرف شو اسمها. هاي نجرب. هاي عجبتنا تونه بطنها كلش طيبه، الاسماك حلوه رهيبه. بس راح نجرب من كل واحد وحده. طيبه كلش هاي. شلون طيبه؟ ها؟ تخبط. هي بيها خبزه وبيها يعني صمونه وفوقها هذا انواع السمك الصغار، بس كلش طيبه كانت. مو جربنا شغلتين، مره ثانيه نجرب هذا اكثر. يلا نمشي. فراوله تريدين؟ زين وصلنا وين؟ ما بالفراوله احنا
هاي الفراولة تقصد عليه. ¿Cuánto es? Aquí lo tenéis. Muchas gracias. بالنسبة لي أطيب وجبة. شاي وجبة. ناقصة نوتيلا. شو ناقصة؟ نوتيلا. نوتيلا دي. طبعا طلعنا من السوق خاشنان. أولاً صايرة طولي ففرحانة. وثانياً ماخذ هاي فراولة. يلا راح نروح نسال القصر. اخذناكم شويه فرة سريعة بس راح نكمل. طبعا هاي الاجواء هنا كلش حلوة. لوك هاي من هاي قاعد تاكل ياتي تاكل الفراولة بعد ما خلصتها. وصلنا لهذا الشخصية بعدين اسولف لكم عنها. بس يقولون يلزم عيب اقول شنو هي يجيب لها الحظ. تمام. اريد بيها دائما تفاصيل حلوة. تفاصيل. واخيرا وصلنا للقصر. فهسه راح نحاول نعبر من هناك ونصور لكم اياه بصورة احلى. مكان الدخول مال القصر الملكي وبالايام العادية فد ازدحام بهالسنة مو طبيعي. قصر الملك شوفوا كلش حلو. هذا احد القصور يعني مو قصر واحد هو. كمية الناس اللي هنا. شنو؟ ايه ماي كاثوليكية. هنا الاجواء كلش حلوة باعوا روعة. هاي الجبال من هناك. هاي دار مدائن مدريد كلها جبال على طول مدريد تمتد سلالة كاملة. نروح فد يوم نروح نشوفكم اياها. اليوم الزودة عادة تنفتح هاي الباب. طبعا هذا القصر قربوا شوية. فاليوم ان شاء الله ندخل جو ونشوفكم الداخل يعني داخل من هناك جو بداخله. اليوم عطلة ماكو ففد يوم ان شاء الله نحجز ونجي. هذا لازم حجز. اليوم عطلة يعني صادين على مود الاعياد. واكو عرض يسوونه هنا خرافي مال اذا شايفين مال الحصن حرس الملكي فيجون يسوون هنا فشي كلش روعه. فاليوم ان شاء الله نجي ونشوفكم شلون يسوون العرض الملكي هنا. تخيلوا هاي الاضاءه بالليل شلون تصير من يشغلوها. كلها اضاءه ليزريه بالليل تصير فشي كلش حلو. ويا الحديقه اصلا كلش روعه. هاي الاجواء مثل ما شفتوها والناس والازدحام. طبعا على قد ما رحنا تغدينا ورحنا للقصر الملكي. اول ما رحنا القصر الملكي بعدين رجعنا رحنا تغدينا. بشوفوا كمية الناس اللي صاروا زادوا بشكل مو طبيعي. ناس هواية. الاجواء خرافية مال الاعياد صعادات كل شيء. ها حمامه لهنا حبايب قلبي خلص هذا الفيديو ان شاء الله يا رب يعجبكم وانتظرونا فيديوهات جديده وحلوه واحلى من هاي بهوايه. لا تنسونا باللايك والاشتراك وباي باي.